السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد من قناتكم مملكة سارة وبناتها. فيديو النهاردة عشان ما اطولش عليكم وكده. فيديو النهاردة عبارة عن ايه؟ عبارة عن روتيني. بصوا يا جماعة، أنا بشتغل 3 أيام في الأسبوع. ففي ال3 أيام دول ممكن ما اكونش مهتمية بالبيت قوي، بروق بس على الوش ولو بلحق أعمل أكل وكده، وبقية الأسبوع بقى ايه، ببقى متفرغة وبعمل كل حاجة أنا عايزة أعملها. فانا هاخدكم معايا بقى النهارده في الروتين اللي انا في الاجازه بتاعتي بيحصل فيه ايه. تمام؟ ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب للقناه وتتابعوني في الفيديو اللي وراها حاجه، وهحمسكم واشجعكم. اللي وراها حاجه تتحمس وتقوم تعملها، اللي وراها تنظيف تروق، اللي وراها غسيل تغسل، اي حاجه في الشقه لما تشوفني كده تتحمس وتعملها. تابعوني وتعالوا بقى افرجكم على الشقه قبل وبعد كده بعد. بصوا طبعا هنا الدنيا عايزه تتروق، مكركبه خالص، والتسريحه كذلك. في حاجات مش في الاوضه بتاعت مليكه بتلعب بيها، هتلعب بيها دي منا، اقول لهم باي. وهنا الصاله برضه عايزه تترتب وحاجات مش في مكانها. يلا اقول لهم هاي يا ميكا. هاي النهارده انا كنت على الدرس بتاعي. احنا لابسين ونازلين بس رايحين الدرس مع مليكه. ماشي. ايه دي اوضه البنات، هما بصراحه ايه، يعني مرتبينها، بس احنا طبعا الارض هنكنس، هنشيل السجاد ونكنس ونمسح. بفكر نغسله تاني. لا لسه نضيف. سليم. ماشي. اوعي منا. طبعا يا جماعه لو انتوا مش عارفين مليكه بتقول ايه اللي هو نمسح السجاد، فاحنا هنسيب لكم الفيديو بتاع غسيل السجاد. غسيل السجاد في الربط. تمام. بس اول حاجه تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، واهم حاجه خالص ان انتوا تصلوا على النبي عشان خاطر قناتنا تكبر بيكم في مملكه ساره وبناتها، كمان تحلى بيكم. ماشي خلاص. تعالوا بقى ناخدهم على المطبخ، جولة كده في المطبخ اهو. طبعا مواعين وحاجات هنغسلها بتاعت الفطار بقى وبتاع وتحضيرات، وادي البوتاجاز برضو وحاجات هنغسلها. تابعوني بقى، احنا هننزل كدهوت مع منا ومليكة، هنجيب حاجات ونودي مليكة السيشن بتاعتها، وبعد كده ايه نكمل بقى الفيديو معاكم. هاجي نبدأ المعركة. يلا فاصل ونوصل. هبدأ بقى معاكم دلوقتي بأوضة النوم. طبعا زي ما انتم ما شايفين الدنيا مقلوبة، هنغير ملايات ونشيل السجاد وننفض يلا حماس. ماشي، يلا بينا نبدأ. يلا. بصوا انا كده غيرت الملايات اهو، الملايه بتاعت السرير ومسحت الخشب وهو كان نظيف، وكنست الارضيه. ماشي، همسح بقى ورا الكومودينو وننفض السجاد ونحط الايه بتاع وادي الخلطه اهي بتاعتنا بتاعت المسيح. بس هنمسح بقى الارضيه وكده، استنوني. بصوا صلوا على النبي كده يا اخواتي عليه الصلاه والسلام. واللي عندها حاجه تقوم تعملها كده تتحمس وتعملها. انا بعمل التنظيف العميق ده اهو، ايه ده كده مره كل اسبوع. ماشي. بعد كده بقى بعمل الشقه بالمكنسه، بمسح في الفواصل، بمسح اللي هي الفواصل السيراميك اللي باين، بيبقى ايزي فيها بصراحه. بس لازم كل اسبوع اشيل السجاد وايه ونكنس ونلمع كده. بقيت الاسبوع بقى بعمل ايه، بعمل من فوق الوش.
فهتبقى الشقة على طول معانا مترتبة ونظيفة. طبعا بقى ساعات اعملها التلات، انا بداية اجازة التلات، ساعات اعملها الخميس. المهم ان هي ليها يوم في الاسبوع اللي انا اعملها فيه. انا هحط بقى الموبايل على الرينج لايت عشان اعرف امسح كويس. متنسوش تعملوا لي لايك يا جماعه واشتراك للقناه، عشان والله بتعب جدا في الفيديوهات دي، فمحتاجه دعمكم ومحتاجه ان انتوا تقفوا جنبي، انا ما بعملش حاجه غلط. فهنكمل بقى واجيلكوا عشان مش عارفه امسك الموبايل وامسح. هحط الموبايل على الرينج لايت وتابعوني. بصوا احنا كده خلصنا اهو بقى الاوضه جوه. لو الجو نار يا جماعه، نار، ربنا يرحمنا بجد. خلصت الاوضه جوه، انا موقفاها دلوقتي ان هي بس تنشف، وهنفرش بقى السجاد تاني ويبقى كده خلصنا الاوضه دي. دي اوضه الاطفال، بس هي نظيفه، بتاعت البنات نظيفه، والملايات انا بغيرها لهم. وحتى هم فرشين سرايرهم حلو، وانا بس هشيل السجاد وهننفض كده ونكنس ونمسح ونفرش السجاد على النظافه بس. وهنشيل البيت اللي مليكه عامله لي، ده بيت ده عامله لي العروسه بتاعتها يا جماعه. هشيل الحاجات دي، وزي ما قلت لكم كده هشيل السجاد ونكنس وننفض كده وبس وخلاص. دي الاوضه. هنخش بقى المطبخ والحمام والصاله، فاضل لنا كده خلاص، قربنا نخلص. استنى. بصوا مسحت اهو، بقت بتشف وترف، هي بتلمع. هسيبها بقى، ولعت عليها المروحه، هسيبها لغايه ما تنشف. والاوضه التانية اهي نشفت. بفكر بقى هنفض السجاد واجيبه يلا افرشه، عشان ابقى حسيت ان انا عملت اوضه واقفلها. ماشي، استنوا خليكم معايا، انفض السجاد وارجع افرشه على طول. بصوا كده يا اخواتي، صلوا على النبي كده. بصوا اديني اهو فرشت السجاد. انا سايبه بس البلكونه، شباك البلكونه كده مفتوح عشان يدخل هوا، لان الجو كانت معقول. ماشي، السجاده اهو، والاوضه اهي زي الفل تلمع. شلت البيت اللي كانت مليكه عاملاه، بس هنحط بس البيجامه بتاعت منى دي هنا عشان ما تطلع تلبسها. تعالوا بقى اوريكم الاوضه التانية برضو. احنا كده دي خلاص هنقفلها بقى. والاوضه التانية هي خلصت برضو، كله متلمع وكله زي كله متلمع وكله زي الفل. والسجاده اهو اتفرش. البطانيه دي يا جماعه انا بسيبها عشان خاطر التكييف، ساعات بفتحه فبسقع بالليل، فببقى بخليها عشان التكييف. بس. وفاتحه برضو الشباك سايباها تتهوى. هنقفل برضو النور والباب كده خلصنا. الأوضتين. تعالوا بصوا هنا بقى بصوا هنا، ناقص هنا بقى، ناقص هنا والمطبخ، وما أدراك وما المطبخ. تعالوا شوفوا المطبخ بهدلة. يلا هنخلصهم برضو بسرعة. والحمام برضو، الحمام عايز يتعمل. يلا الله المستعان. وهنعمل كمان معانا السلم. يلا فلتبدأ المعركة. صلوا على النبي.
الجو حر، انا ما تعبتش على قد ما انا حرانه. اي حاجه نازل المطبخ، ما عنديش مواعين كتير، هو مواعين الغدا بس. مش قادره، ايه الحر ده؟ انا ممكن هسيب النار. وبعدين بصوا بشرب حاجه، حاسه ان انا عايزه اشرب سوائل بس. يعني لما بشرب عصير او اي حاجه حاسه ان انا بعطش اكتر، مش بتروي. بصوا فاينالي الشقة خلصت خلاص، احنا عرفنا الأوضة دي خلصناها. احلى معطر، احلى فقرة في الترويق كلها. طبعا انا البتاع بتاعي خلص، اللي بعطر بيه. اسكت، لا نجيب البتاع هنا برضو خلاص. حلوة قوي قوي قوي، تقعدي بقى ايه مرتاحة كده. تعالوا، وهنا كمان خلاص. اللي هناك دي المصلية والبتاع، ماشي. وهنا كمان خلاص كله متشطب وزي الفل. هنا كمان خلاص. متنسوش بقى تعملوا لنا لايك وسبسكرايب للقناه.
اشوفكم في فيديو جديد وروتين جديد. يلا باي باي.